في مشهد جديد من فصول الأزمة المزمنة بين بغداد وأربيل، تتسع الفجوة السياسية والمالية مع تصاعد السجال بين الطرفين. وزيرة المالية العراقية طيف سامي فجرت جدلا كبيرا عندما أكدت أن بغداد مولت رواتب موظفي إقليم كردستان لعام 2024، ومشيرة إلى أن العجز المالي كان نتيجة لتخلف الإقليم عن تسليم إيراداته النفطية وغير النفطية. سامي لم تكتفي بذلك، بل كشفت أن الإقليم سلم فقط 320 مليار دينار من أصل أكثر من 4 تريليونات دينار من الإيرادات غير النفطية. هذه التصريحات وضعت حكومة الإقليم في موقف دفاعي، لكن الرد جاء سريعا وحادا. مسرور برزاني رئيس حكومة الإقليم اعتبر أن تعامل بغداد مع كردستان يفتقر للعدالة، مشيرا إلى أن الإقليم لا يعامل ككيان اتحادي بل كجهة تابعة، وهو ما وصفه بأنه ظلم لا يمكن قبوله. وفيما كانت بغداد تبرر موقفها بإلقاء اللوم على الإقليم لعدم التزامه بتسليم الإيرادات، ردت أربيل باتهام الحكومة الاتحادية بتعمد العرقلة وعرقلة الرواتب، مما أدى إلى اتساع رقعة الإضرابات في السليمانية وباقي مدن الإقليم. لكن السجال بين الطرفين لم يعد يقتصر على الأرقام أو الرواتب فقط، فقد اتخذ أبعادا سياسية أشد خطورة، مع تهديدات واضحة من الحزب الديمقراطي الكردستاني بالانسحاب من العملية السياسية. يبدو أن العلاقة بين بغداد وأربيل تقترب من نقطة اللا عودة. الحديث عن الانسحاب لم يعد مجرد ورقة ضغط، بل خيارا مطروحا إذا استمرت الحكومة الاتحادية وفقا لوصفهم في تجاهل الدستور وتهميش حقوق الإقليم. هذا التصعيد يقف عند عتبة زيارة حاسمة لرئيس الإقليم نجران برزاني إلى بغداد، محملا بملفات معقدة من الرواتب إلى الموازنة وصولا إلى قانون النفط والغاز. لكن المحللين يرون أن هذه الزيارة قد تكون الفرصة الأخيرة لتجنب انهيار العلاقة بين الطرفين. في ظل هذا المشهد المشحون يبرز سؤال مهم: هل يستطيع الطرفان تجاوز هذا المنعطف الحاد، أم أن السجال المستمر سيؤدي إلى كسر جسور الثقة بالكامل؟ وهذه عودة إلى استوديو الأخبار.